اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد بحلقة جديدة. مرة عراقية متزوجة عمرها 40 سنة حبت شاب 21 سنة عن طريق الانستغرام. هذه القصة من أم البنية اللي هي اسمها أم حسن وبنتها هدى، الأسماء مستعارة. نبدأ بقصة هذا اليوم. تقول هذه البنية يوم من الأيام شفت أمي خفت علاقتها ويا أبوي خطية، يعني قليل التواصل الاجتماعي يا ربي. تقول أبوي يطلع من الصبح يرجع ب 12 بالليل من الشغل، حالتنا المادية ضعيفة. تقول يوم من الأيام شفت أمي كل ما أبوي يطلع من الشغل تحط روحها بالغرفة وتقفل الباب وتظل تسولف وتراسي وتخاف. يقول شكيت بهذا الأمر أنا. يقول راحت أيام ردت أيام، قمت أتردد، قمت أخاف من أمي، أخاف تسوي لنا شيء، أخاف. أمي عندها كل البرامج ومهتمة بموبايلها حيل، والرصيد أبد ما يخلص من جهازه. وتقول يوم من الأيام إجا أبوي من الشغل وثاني يوم قال أنا راح أروح 3 أيام إلا أرجع للبيت. وتقول أني هنا خفت. تقول راحت أيام ردت أيام، ثالث يوم بابا بعده ما أجى، تأخر علينا كلش. وتقول فتحت الباب وسمعت أمي تخابر. قلت وين من تخابرين؟ قالت ويا أبوي. قلت يا أبوي استنى خابرني، وقال أمك خلي تخابرني. وهنا الصدمة مال الأم. تقول أمي ها هذا عميك جاي يحكي وياك. وتقول كشفت علاقة أمي ويا عمي، يتخابرون وسوالف حمبتشيات وسهرات وكذا. وأمي من تخلينا ننام بالليل تخلينا حد مال منوم بالماي أو بالعصير أو بالأكل حتى ننام من وقت، ويجي عمي ياخذ راحته بالبيت. ويقول قلت لها يمه شفيع شريد عمي؟ قال سألني على أبوك. يقول عديت هالمرة وقلت تجوز صدق. يقول راحت أيام ردت أيام، أمه جاي تراويني فيديو جابها له وراسل عمي ها حبيبتي وينك؟ يقول هنا انصدمت. امه قبل طبت على المحاذاه لا اراديه وخرجت بساعه. يقول قلت له عمي شريد؟ قال لا ما شيء يجوز يريد يبوس لو مش تبي. قلت له قالت حبيبتي ها حبيب وينك انت؟ يقول قالت له ماكش باع الفيديو. يقول شكيت بالامور مال امي وعمي. يقول راحت ايام همينه وردت ايام، امي جات قلب الموبايل عافتها على الميز مفتوح وطلعت للجيران. يقول انا استغليت الفرصه خذت موبايل امي وقلبت بيه، ولقيت المحادثات والصور والرسائل والحباتشات والمواعد تالي الليل. يجي عمي يم امي وامي نايمه، وعمي كل ما يجي يجيب لها شريط حم نوم، وعمي صيدلاني. تقول عمي صيدلاني. يقول كشفت هاي الحقيقه. يقول قعدت بغرفتي انهارت، صارت بي حاله نفسيه، اخاف احكي لابوي، ابوي ما يصدقني، اخاف احكي لابوي يروح يتعارك ويا عمي، اخاف احكي ويا ابوي يطلق امي وينهجم بيتي. يقول كتمت لحد ما ضاق الصدر بي نفسي بعد ما اتحمل اي شيء. وتقول البنيه اجا ابوي وساعة السوداء اجا بيها ابوي ولقى امه تخابر ويا عمي بالحمام، وسمع امه تسولف ويا عمي تقول له اليوم ابو فلان يجي من الشغل، اليوم لا تجي انت باكر عقبه، خليه له حم ونوم وندخل انا في الغرفه الفوق. يقول ابوي سمع ورجع بساعه. يقول انا شفت ابوي سند بالحمام. قلت له ابوي ايش بيه وجهك اصفر؟ قال ها لا ماكو شيء ماكو، لف راسه ونام. قعد بالليل منتظر. يقول جابت العشاء ما تعشى، جابت له العصير ما شربه، جابت له ماء ما شربت له. النوم قالت له انا مشتهيه موطه من السوق، روح جيب لنا موطه وحكرزات حتى نسهر بالليل. يقول رحت جبت وجيت حضرت الموطه. يقول ما اكلت الموطه ولا اكلت الحب. يقول ابد ظليت الليل كله ما اكل وقاعد اقلب الموبايل. يقول اخر شيء قلت خلنا انام اسوي روح نايم حتى يجي اخويا لمرتي. ابوي سوى روحه نايم على اساس نام. يقول بهلدنا خابرته قالت له هسه تجي بساعة ابو فلان نام. يقول اول ما صعدوا للمخزن اللي فوق وصعد ابوي وصارت الكارثة. ابوي قتل امي وقتل عمي، وابوي حاليا بالسجن. يقول احنا تبهذلنا، احنا 2 بنات، انا الكبيرة وعنده بنية صغيرة وعنده 2 اخوان صغار كلش بالسادس ابتدائي. وتقول حاليا متدهورين الدهور. اتمنى هاي قصة البنية تفهمها كل الامهات وكل البنات وكل الاباء. عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الاشعارات واللايك، وانتظرونا بجزء ثاني او حلقة ثانية. مع السلامة.